لو عايز تعرف مين النجم العالمي التاني اللي وقع لي على التيشيرت بعد محمد صلاح كمل الفيديو ده يلاقي. ولو ما شفتش الفيديو بتاع صلاح ارجع شوفه وتعالى كمل ده. خدت التيشيرت واتحركت على ماتش المغرب والكاميرون وكل امل ان المغرب تكسب عشان انا محدد 2 لعيبه نفسي واحد فيهم بس هو اللي ينجح، والحمد لله المغرب كسبت وبهدلت الكاميرون. خدت التيشيرت ونزلت على الميكسد زون مستني اللعيبه، واذ افاجئ بمليون صحفي ومراسل واقفين في الميكسد زون كلهم مستنيين اللعيبه تخرج، وانا كل اللي في دماغي 2 حكيمي او دياز. فضلت واقف مستني مستني مستني، وكالعاده الخوف بدأ يدخل ويتسلل. ولما شفت المنظر قدامي قلت انا مستحيل اعرف اوقف اي لعيب من كميه الناس اللي موجوده دي. ولما سالت صحفيين المغاربه هل حكيمي بيخرج من هنا قالوا لي لا، حكيمي ما بيخرجش من هنا اطلاقا. فما بقاش قدامي اي اوبشن تاني غير دياز، وطبعا برضو دياز ما بيقفش لحد اطلاقا في الميكسد زون. انا سبت كل الصحفيين والمراسلين اللي واقفين دايما بيبقوا واقفين في الاول عشان ياخدوا اي لعيب معدي ويصوروا معاه، سبتهم كلهم في مكانهم ورحت لاخر نقطه قبل خروج اللعيبه على طول. وفي لحظه بدات اللعيبه تخرج وتتحرك قدامي سواء المغرب او الكاميرون، وفجاه لقيت دياز قدامي. وابا الله 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 يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله. كده معانا صلاح ودياز. اعتقد ان دول مش اخر 2 وفي لعيبه تانية ممكن تكون جايه، فانت لازم تبقى عامل فولو عشان تشوف مين تاني جاي.